عمرك شفت بستفلورة بالشكل الهش الجميل ده؟ وكمان ببيضتين، يعني اقتصادية ولذيذة في نفس الوقت. اوعدك النهاردة بعد الفيديو ده هتعمليها بطعم ينافس افخم المحلات، وهشة جدا ودايبة جدا في المربى بطعم لا يقاوم. هنعملها النهاردة مظبوطة بالمقادير المظبوطة، وصدقيني نتيجتها مضمونة 100%. يلا بينا نبدأ. بس اذا كنت اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديدة. معانا هنا كوباية الا ربع من السكر، وهنا السكر بيعادل 100 جرام. ولو هتشتغلي بالكوباية مش بالجرامات، هتشتغلي بكوباية واحدة بس على كل المقادير. تمام كده. هنا بقى كوباية الا ربع من السمن والزيت، يعني نص كوباية من السمن 125 جرام، وربع كوباية من الزيت بتعادل 50 جرام. معايا بقى 3 كوبايات من الدقيق بيعادلوا 375 جرام. معايا المفروض بيضتين، بس البيضتين عندي البيض البلدي، فاضطريت ان انا احط 3 بيضات لان البيض البلدي بيبقى صغير. لكن لو عندك البيض العادي بتبقى بيضتين بس. معلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر بتعادل 11 جرام. معلقه صغيره من الفانيليا، ومعلقه كبيره من الخل. مقادير سهله جدا جدا. هجيب بوله وانزل بالسكر بتاعي، وبعدين هنزل بالسمن والزيت على السكر، واحاول بقى ان انا اقلب بالمضرب بتاعي علشان ندوب السكر. احنا مش لازم يدوب معانا تماما، بدوب على قد ما اقدر. امزج الاتنين مع بعض. هنزل بعد كده بالفانيليا على البيض، وانزل بيهم على الخليط بتاعي زي ما احنا شايفين كده. الموضوع سهل جدا جدا، مكونات سهلة جدا جدا وبسيطة موجودة في البيت. همزج بقى كل الكلام ده كويس جدا، وانزل بمعلقة الخل بتاعتي واكمل ضرب في الخليط. اخر خطوة بقى هجيب البيكنج باودر احطه على الدقيق، وخلاص الموضوع خلص كده. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. هنزل بنص الكمية، احاول ادوبها كويس بالمضرب. والجزء التاني لما انزل بيه مش هحتاج المضرب في حاجة، يعني انا خلاص خلطت الجزء ده. بصوا العجينة تقيلة جدا. هبدأ بقى ان انا انزل بباقي الدقيق والبيكنج باودر، وهبدأ ان انا اسلك بقى المضرب بتاعي علشان انا مش محتاجاه تاني خلاص. هتيجي بقى دور ايدي بقى في الموضوع، هشتغل بايدي لان الخليط زي ما احنا شايفين هيبقى تقيل وزي عجينة البسكوت بالظبط. انا هنا مش بعجن، لكن بقلب بايدي بس، بقلب. شايفين؟ بقلب لغاية لما الاقي الدقيق كله اتشرب كل كمية السمن بتاعتي. شايفين؟ هي بقت عجينة بتلزق بسيط. يعني لو غسلت ايدي دلوقتي هرجع لها مش هتلاقيها بتلزق في ايدي. شايفين؟ هي كده خلاص مش بتلزق قوي. وهروح اغسل ايدي وارجع لكم. تمام كده. هقسم بقى عجينتي هنا تلت وتلتين. هنزل بالتلتين في الصينيه. صينيه مقاس 28، مقاس 30، زي ما تحبي، صينيه البسبوسه، بس لازم تكون واطيه. هنزل بالتلتين وافردهم زي ما احنا شايفين كده بايدي، والتلت الباقي هخليه على جنب. هقول لكم هعمل بيه ايه. هقعد بقى اساوي فيها كده واظبطها بحيث ان انا اعلي الحواف بتاعتها او الاطراف بتاعتها نص سنتي لفوق او سنتي لفوق. ليه بقى؟ علشان لما انزل بالمربى ما تتحرقش مني في الاطراف، ما تطلعش في الاطراف. دي مربى فراوله بيتي، بيوريه كده، مش قطع. جميله جدا، هقول لكم على طريقتها بعدين. دي بقى 5 6 معالق من الفراوله على حسب ما انت عايزه. حابه تكتري، بس اقصى حاجه 5 6 معالق، مش اكتر من كده. حابه تقللي عن كده براحتك. حابه تحطي اي نوع مربى مختلف عن الفراوله براحتك خالص، دي حسب الرغبه. اي نوع بتفضليه حطيه. اهم حاجه وانت بتوزعي ما يطلعش على الجوانب. انا كده كده معليه الجوانب عن مستوى الصينيه. تمام كده. هبدا بقى احطها على جنب، واجيب بقى التلت الباقي اللي قلت لكم هنخليه على جنب. هجيب معلقه واحده بس، معلقه ممسوحه من الدقيق، معلقه واحده بس. هبدا بقى ان انا اخلطها على الكميه بتاعتي اللي هي تلت الكميه. اخلطها كويس جدا لغايه ما تمتص كل الدقيق. تمام كده. هبدا بقى ان انا ابشرها، اجيب مبشره وابشرها على الوش. حابين تعملوها صوابع تبرموها صوابع يعني كذا صباع، وتعملوها بالطولي وعرضي، شكل بيبقى جميل برضو، مربعات. براحتكم. انا عملتها قبل كده في القناه، لكن انا حابه اغير واعملها مبشوره. هنا بقى ادخلها الفرن على درجه حراره 170. لو الفرن بتاعك عالي، لو الفرن بتاعك واطي دخلها على 180. هتاخد بالظبط 20 دقيقه.
وبعدين انا شغلت لها الشوايه الداخليه علشان تاخد لون ذهبي غامق. انا بحبها الوش يبقى مقرمش والاطراف مقرمشه. حابه تعمليها لون افتح من كده مفيش مشكله خالص. ما بتشغليش المروحه الداخليه او ما بتسويهاش اكتر من 20 دقيقه علشان ما تاخدش اللون الغامق ده. براحتك خالص، التسويه ترجع لك ولونها يرجع لك. هنا قلبتها في صينيه استانلس ورجعتها في طبق التقديم. عايزه اقول لكم من اجمل الكيكات اللي بعملها، وحرفيا اولادي بيدمنوها. لما يعني عايزه اقول لكم هي شامين ريحتها كانت رهيبه في البيت. طعمها بقى الدايب ده، طعمها دايب وهش ومقرمش في نفس الوقت، مع المربى مديها طعم رهيب بجد. بصوا سمكها هش ومش عالية قوي ومقرمشة، توليفة كده بجد عظمة. تعالوا شوفوا بقى، انا هقطعها ونشوف عاملة ازاي من جوه. بصوا بقى الجمال، بصوا الحلاوة، رائعة رائعة بجد. قرمشة مع هشاشان في القلب مع توليفة المربى رهيبة، جنب كوباية شاي او كوباية نسكافيه. رهيبة يا جماعة، حلوة جدا في الفطار، حلوة بين الوجبات، حلوة في اي وقت، وتقدميها لضيوفك جميلة، وخصوصا ان هي مش بتاخد وقت كتير معانا. تعتبر مكوناتها اقتصادية وسريعة وسهلة وبسيطة. أشجعكم جدا جدا تجربوها وتكتبوا لنا آرائكم في كومنتات، دي حاجة بتسعدني وبتشجعني اني اكمل. لو وصلت لغاية هنا ما تنسيش اللايك والشير لكل الناس اللي فارق معاهم الحاجات الحلوة والاقتصادية في نفس الوقت. انتظروني في وصفات احلى واحلى من مطبخ فراولة. شكرا ليكم ولمتابعتكم.